علم ابنك فن الرد، واحتفظ بالفيديو ده عندك، وده لأن الكلمة الطيبة صدقة. فأنت جعلت من ابنك ومن كل اللي هيعمل بالكلام ده عن طريقك صدقة جارية ليك إن شاء الله. علمه وقول له إن اللي يقول لك شكرا يقول له على راسي، أو لا شكر على واجب، أو تحت أمرك. واللي يقول لك اتفضل قول له يزيد فضلك، أو يجعله عامر، أو ما تحرمش منك. واللي يقول له أحسنت يرد ويقول أحسن الله إليك. ولو شاف حد عيان يقول له أجر وعافية إن شاء الله، أو ربنا يجعله في ميزان حسناتك، أو ربنا يقومك بالسلامة. ولو حد عزاه وقال له البقاء لله يقول له ونعم بالله، كتر خيرك، سعيكم مشكور، ربنا يبارك في عمرك. ولو حد سأله وقال له أنت أكبر ولا أنا أكبر، ابنك يرد عليه ويقول له في الحالتين أنت كبير في المقام. ولو حد بيسأله وبيقول له أنا تقلت عليك، ابنك يرد ويقول يا ريت كل الحمول أنت، أو تعبك راحة. ولو جايب هدية لحد والحد ده بيقول له بس دي غالية، ابنك بقى ما يقولوش أي والله ده أنا دافع فيها دم قلبي، ولكن يقول الغالي للغالي والغالي يرخص لك. ولو حد قال له شرفت، ابنك يقول له الله يشرف مقدارك، أو ربنا يعزك وما يصغركش أبدا. ولو حد قال له على فكرة أنا شفتك قبل كده، ابنك يرد ويقول شافتك العافية والسلامة. ولو شاف حد بيضحك، ابنك يقول له أضحك الله سنك، يعني يا رب دايما بتضحك ومبسوط لدرجة إن أسنانك تبان من كتر ضحكتك، أو تدوم. لقى حد بيشرب أو بياكل وخلص أكل يقول له هنيا، صحة وعافية، ألف هنا وشفا. اتقال له كلمة جزاكم الله خيرا، ابنك يقول وإياكم. سمع اللي بيشكي حاله أو ماله ومش عارف يدله على الطريق يقول له الله المستعان. دخل عليه حد وحاسس إن المكان ضيق ومحرج يقعد، ابنك يرد عليه ويقول له الوسع في القلوب، اتفضل. حد بقى قال له أنا بحبك في الله، ابنك يرد عليه ويقول له أحبك الذي أحببتني من أجله، أو أحبك الله، أو أحبك الذي أحببتني فيه. سمع غيره بيشكر فيه أو بيقول له على شيء معاه ده جميل، ابنك يرد ويقول ما جميل إلا سيدنا محمد، أو الأجمل عيونك. ولو المدح زاد عليه يقول أنا ماشي بالستر. ولو النور قطع أو جه فجأة يقول الله نور السماوات والأرض. وإن سمع غيره بيعطس يقول له يرحمكم الله. وإن ابنك عطس وحد قال له يرحمكم الله، ابنك يرد عليه ويقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. ولو لمح حاجة عند حد أو حد بيوري له شيء عنده وخايف يحسده أو يقول إن هو نظرني، ابنك يقول له ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو اللهم بارك. ولو غيره قال له في يوم من الأيام ده أنت عسل مثلا، يقول له الله يعسلك. الله يعسلك يعني يرزقك عمل صالح تفضل تستمر عليه لحد وفاتك. ولو اتقدم له شيء طيب أو حد عمل معاه الواجب يقول له جبرتني، أكرمتني، ربنا يجازيك عني كل خير، ربنا يحفظك، وهكذا. وعلمه برضه إن من علامات الكرم إنه لما يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال إن في الجنة غرفا. غرف لمين الغرف دي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام. فربنا يجعله من أهل الجنة ونعمها، ويجعلك أنت كمان من أصحاب الجنة لأنك حامل الرسالة وبتوصلها. وربنا يعلمنا دايما ويصلح حالنا ويجعلنا دايما نختار الكلمة الحلوة، وده لأن سعادة الإنسان من حلاوة اللسان. وربنا يحل أيامك وما يحطكش في مر أبدا. وقولوا للناس حسنا. وأخيرا، لو فيديوهاتي أوقات بتظهر لك وأوقات لأ، فأنا اسمي أحمد أيمن. دور عليا لو جيت على بالك، ويشرفني تتابعني ونتلاقى في الجايات. سلام عليكم.